إخوان الأخوات، السلام عليكم، نتمنىكم الجميع بخير وعلى خير وصحة جيدة. اليوم بغيت نهضر عليكم على الاعتقال ديال آه الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود، يعني الولد ديال المرحوم عبد الله. قبل ما نهضروا على الموضوع شوفوا الصورة، لأن هادشي سي فريمون مضحك وداكشي غريب ومؤسف. خادم الحرمين الشريفين الآن يتشرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان سمو ولي العهد المستشار الخاص لسموه بأداء القسم أمامكم أيدكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص. الله يوفقك لخدمة دينك ووطنك وأمتك العربية والإسلامية، وإن شاء الله أنك موفق. الله يطول طبعا كيف شفتوا آه السيد تعين وتقدم وبس اليد للملك الراحل، ولكن بعد ذلك بعدما توفى اعتقل ابنه فيصل بن عبد الله آل سعود. بالطبع ما كيعرفوش كيفاش وأين هو، لأن ذكرت وومن رايت ووتش أن السلطات السعودية رفضت الكشف عن مكان الأمير أو وضعه، ما يشير أن السلطات ربما اختفته قسرا بحسب ما صدر عن صلة بالعائلة. وأشارت المنظمة إلى أن قضية الأمير فيصل هي أحدث احتجاج تعسفي معروف بحق السعوديين البارزين، بينهم أفراد من العائلة المالكة خارج أي إجراء قانوني معترف به. بالطبع هذا الشخص هذا كان تعتقل في 2017، وكان أفرج عنه، ولكن هذا الإفراج ما كيكونش بدون مقابل. كيتفرجوا عليهم يعني بالمقابل التخلي عن جميع أمواله، جميع أصوله كيتخلى عليهم، لأن المسألة بهذه البساطة. اللي كيعتقلهم محمد بن سلمان كيعتقد أنه غيكونوا ضده. شنو كيدير لهم؟ وكنشد أكثر من 300 من رجال الأعمال البارزين ومن بينهم أفراد العائلة. وكان المسألة في 2017 واضحة، أنه بعد أن وافق على تسليم الأصول، وأن أساس احتجازه الحالي غير واضح. يعني بالأمس ديال 2017 أنه كان المسألة راه دار بأنكم vous savez أن الأموال سي سون لي نير دو لا غير. إلا خليتي للعدو ديالك الأموال يمكن يوظف ديك الأموال ويكون ضدك، وبالتالي الاستراتيجية ديال محمد بن سلمان أن الاعتقال والتخلي عن الأصول. بطبيعة الحال ما يمكنش يخرج شي واحد على برا، وبالإضافة أن هذا التصرف عنده عادي أنه يستعمله مع الوزير الأول اللبناني، رغم أنه ماشي سعودي، مع العلم بالفعل أن الأب ديال الوزير الأول اللبناني دار الفلوس في السعودية، لأنه كان غير كونطابل بفضل السعودية باش دار هذيك الفلوس. ولكن أصبح وزيرا الأول في لبنان، أنه بمجرد الاختلاف مع محمد بن سلمان لما مشى للسعودية اعتقلوا تما وخلاه، ومنين خرج من تما الوزير الأول اللبناني قال لا، راه لظروف معينة ما عندوش القدرة أنه حتى يدينونسي هذاك الاعتقال وتصالح معاه وسكت. لو كيعرف القوة والجبروت ديال محمد بن سلمان، وها هما كيف كشدوا أن المسألة ديال الاعتقال ديال ولد يعني الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود تعتقل مرة أخرى بعد الاعتقال الأول اللي تخلى فيه جميع الأصول ديالو. بطبيعة الحال خلى له شوية، ولكن هذه المرة تعتقل من جديد، وكيقولوا على حساب ومن رايت أن العائلة ديالو كتقول بأنه مريض. وبالتالي المسألة خطيرة، وأن الاعتقالات عندهم مسألة عادية بما فيهم من
العائلة ديالو نفسها. واللي كيضحكني أنا هاد الصورة هادي يعني الحرمين غريبة. الشريفين الآن يتشرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان سمو ولي العهد المستشار الخاص لسموه بأداء القسم أمامكم أيدكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص. الله يوفقك لخدمة دينك ووطنك وأمتك العربية والإسلامية، وإن شاء الله أنك موفق. الله يطول مسألة يعني خطيرة الاعتقال. وهناك من يقول أنه كان ضد الملك عبد الله ولذلك ينتقم من أولاده، والله أعلم، لأن هذا سوسون دي غيمار كاين أخبار من هذا النوع. ولكن ما من الصعب تقول هذه حقيقة ولا غير حقيقة. الحقيقة هي اللي كتشوف أمامك أنه كيعتقل الابن ديالو، واعتقلوا المرة الأولى باش يفرض عليه التخلي عن أصول الأموال، لأن بحكم أنه أراد أن يستولى على السلطة بطريقة غير تقليدية معتادة في السعودية بطبيعة الحال، أنه خص اللي كيشوفهم واللي توصلت من خلال المخابرات توصل إلى أنهم راهم ضد، ولا اللي قالوا شي كلمة أنهم ضد، كيعتقلهم وكيزول لهم الأموال، لأن إلا خليت الأموال للعدو من وجهة نظري راه غيستعملوا ضدك ديك الأموال، ولذلك كيزول لهم الفلوس. وكيف شفتوا اعتقل في 2017 تخلى على الأصول، وهذه المرة تعتقل من جديد حسب Human Rights Watch يوم السبت. وبالتالي ما كيعرفوش عليه العائلة ديال الأمير فيصل بن عبد الله اللي كتقول هذا الشيء، ما كيعرفوش حتى فين تعتقل. مسألة خطيرة، والاعتقالات مستمرة في السعودية. الله يستر، تبارك الله عليكم.